ما تبنيش تعافيك الذاتي أنت من هذا الألم الاجتماعي إن الشخص ده يجي يعتذر لك. كمل، لأن الشخص اللي ممكن يكون أذاك أو رفضك أو انتقدك بشكل جارح أو ظلمك مظلمة شديدة جدا ممكن يكون أوجد لنفسه المبررات وقعد يقولها لعقله كتير لغاية ما المبررات دي بقت حاجز بينه وما بين إن هو يشوف حقيقة نفسه. خلاص صدق إن هو اللي مظلوم. عشان كده ربك في القرآن يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالعلماء بيقولوا بعد ده ظرف زمان. لو انت بتمر بالعسر دلوقتي اعمل حسابك ان اللي جاي ان شاء الله تيسير. والآية التانية الأشهر والآية التانية اللي أكثر حفظا عند المؤمنين: إن مع العسر يسرا. العلماء يقولوا هذا العسر اللي موجود كتب معاه اليسر بتاعه حتى لو أنا مش واخد بالي منه، بس ظني في ربنا لازم يبقى يقين إن ما دام في عسر يبقى ربنا خلاص كتب اليسر، هو نازل معاه، إنما هي مسألة وقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جالكم في فيديو جديد ويوم جديد. زي ما انتوا شايفين كده الأوضة يا بنات تضرب تقلب. عايزين بقى نعمل التنظيفة الأسبوعية والتنظيفة الشهرية والتنظيفة اليومية كده، التلاتة مع بعض ميكس كده في الأوضة. فهنستعين بالله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. لو انت بقى وراكي اي حاجه حبيبه قلبي اتفرجي على الفيديو ده، وانا ضمنالك ان انت هتاخدي اقوى جرعه نشاط واقوى باور كده يخليكي تقومي وتخلصي كل حاجه وراكي. اهم حاجه حبيبه قلبي تكملي الفيديو للاخر، وان شاء الله باذن الله هيعجبك وهينور رضاكي. إيه، اللهم صل على النبي. كنت بقى ناويه كده النيه لله ان انا اعمل فيها التنظيفه الاسبوعيه، فقلت لا، انا بقالي كده تقريبا شهر او اكتر ما عملتش فيها التنظيفه بقى العميقه اللي انا بحب اعملها في الاوضه بصراحه. فقلت اول حاجه كده هبتدي بيها انزل كده الستاير واغسلها، عشان لغايه اما اخلص الاوضه بتاعتي تكون الستاير بتاعتي نشفت واركبها على طول، عشان تبقى الاوضه معايا كده كلها جاهزه. مش تبقى مثلا الستاير بقى بعد ما اخلص الاوضه اخش اغسلها واسيب الشبابيك كده من غير الستاير. قلت لا، هبتدي كده افك الستاير ونشيل بقى كل حاجه من على الارض وكده، ونغسل بقى الستاير وننشفها. وهشيل كمان المفارش بتاعه الاوضه لانها بصراحه هي كمان محتاجه تتغسل يا بنات. وهلم بقى السجاجيد دي كلها كده احطها على البلكونه منها تتشمس وتاخد شويه هوا كده، عشان خاطر الاوضه بصراحه محتاجه كده، بصوا قلبه وقومه كده. فربنا يا رب يعيننا ويعينكم على حالكم ويقويكم، ويا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق الذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب كده حبايب قلبي يجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. وبجد انا بتشكركم في الله على كومنتاتكم وعلى لايكاتكم وعلى تفاعلكم على الفيديوهات. حبايب قلبي واخواتي واصحابي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا، ويا رب كده عيلتي دايما تكبر بيكم ومعاكم. وبجد اللي انا وصلت لكم ده بفضل ربنا ثم فضل حضراتكم معايا. وانا عمري ما هنسى اي اخت فيكم وقفت جنبي وقفت في ظهري وقالت لي استمري، احنا معاكي، احنا في ظهرك. بجد انتوا اكبر دعم ليا وانتوا اكبر حافز ليا ان انا اكمل في القناه. فبجد انا بتشكركم، ومهما اشكركم مش هقدر اوفي حقكم بصراحه. شلنا بقى السجاد كله وشغلنا الغساله بقى على الستاير وعلى المفارش، وهبتدي بقى كده ان انا اكنس الارض من اي تراب عليها او كده. بصوا بقى لو تاخدوا بالكم من الازاز بتاع الدولاب، احمد ابني كان بياكل مش عارفه مصاصه ولا لبان ولا ايه، وفضل بقى يلطش بايده كده على الازاز كانه بيلعب. فانا ساعه ما شفت المنظر قلت لا يا احمد، ده انا لو مش هقوم اعمل الاوضه انت هتخليني اقوم. قمت بقى كده قلت ايه، كفاياني كسل، اما اقوم كده استعين بالله واستهدى بالله كده وادخل كده اتوكل على الله واعمل الاوضه. عايزه اقول لكم ان انا كنت خلصت مصالحي كلها بره يا بنات. الروتين ده مش كان روتين صباحي، الروتين ده كان تقريبا العصر او قبل العصر بحاجه بسيطه. تمام يا اخواتي. كان بقى البنات جم من المدرسه وكنا اتغدينا وكنت غسلت المواعين بتاعه الغدا وكنت خلصت كل حاجه بره. قلت ايه، اسيب بقى الغرفه دي كده في الاخر عشان خاطر ادخل كده واعملها على روقان، ما كنتش بقى مضغوطه وعايزه اعملها اي حاجه كده عشان بقى ورايا غدا او ورايا حاجه. قلت لا، بحب لما بيكون ورايا تنظيف عميقه زي مثلا اوضه او حاجه احب اعملها بالليل او بعد العصر، اكون خلصت مصالحي اللي بره عشان خاطر اعملها كده وانا ايه، وانا بالي رايق وانا مش مضغوطه يا بنات. فدايما بقول لكم ما يكون وراكي تنظيفه عميقه، يا اما تعمليها بالليل يا اما مثلا بعد مصالح البيت بتاعه اليوم بتاعك،
عشان حتى لو حد خبط عليكي، حد دخل عليكي، يبقى بيتك من بره نظيف، مش تبقي سايبه البيت من بره يضرب يقلب وتخشي تزنقي نفسك في حاجه تانية جوه. هتاخد كل طاقتك وكل مجهودك، وهتيجي تطلعي بره عشان تعملي حاجه مش هتقدري تكملي. خديها نصيحه من اختك حبيبتك. الكيسه دي يا بنات فيها ملكنات تبع المحل، وفيها اللي هي الكوابيل الحديد اللي بيتعلق عليها الملابس ايام ما كنا فاتحين المحل. ودي ترابيزه المكوى، طبعا انا ما بعملش بها حاجه لان جوزي فاتح محل خياطه ومكوى وحاجات من دي ومغسله، فانا مش بحتاجها في حاجه بصراحه. والشيله دي بتاعت الكسوه بتاعت القعده القديمه بتاعتي. فبصراحه ملهاش مكان عندي الا هنا. كنت اديت نصها لماما وكده لبستها للقعده بتاعتها، لان القعده بتاعتها العدد بتاعها صغير، مش زي العدد بتاع القعده بتاعتي. وده بقى اتبقى منها، فقلت ايه اسيبه كده يمكن يبقى ليه اي عوزه يعني هنحتاجه. المهم كنست كده تحت السرير وطلعت كل حاجه كده من تحت السرير، ومسكت بقى الكوبوتينيه بتاع السرير ده، بصراحه ما كانش نظيف يا بنات، كان متلحوس خالص. فجبت كده شويه كلور وشويه صابون مواعين في العلبه دي وحبه ميه، وجبت بقى الاسبونشه بتاعتي دي، وقلت ايه اما اغسل كده الكوبوتينيه بتاع السرير وبتاع الدولاب، ولمعهم كده ويبقوا نضاف، عشان تبقى النظافه كلها كامله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلى على النبي كده حبيبه قلبي، حتى لو في سرك لو مش في الكومنتات، عشان خاطر كده ايه اليوم بتاعنا يتملي كده بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. إيه قبل كده ما تبتدي باي حاجه حبيبه قلبي، صلي على النبي، نظمي يومك، إيه انوي كده نيه خير. انا هعمل كذا، انا هقوم هبتدي في كذا، انا هعمل كذا. ما تبقيش قايمه كده تلطشي قدامك ما انتيش عارفه انت هتعملي ايه، لا. زي ما بقولك كده اعملي مصالح يومك كلها، وشوفي ايه عندك محتاج يتعمل تنظيفه عميقه وابدأي فيه واعمليه. ما تفكريش، بس حطي ايدك في اي حاجه. عارفين انا كان كسل الدنيا فيا قبل ما اشتغل في اي حاجه في الاوضه دي. مجرد بس ما انا دخلت الاوضه كده واستعنت بالله ونويت خير كده، ان انا خلاص هعمل حاجه، لقيت نفسي بقى محتاجه ان انا اعمل اكتر واكتر. فصدقوني يا بنات، اللي بيعيننا ربنا واللي بيقوينا ربنا، بس احنا نستعين بيه، احنا نلجأ ليه، نقول يا رب قوينا، يا رب ساعدنا، يا رب عنا على مهام يومنا، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعيننا. عايزه اقول لكم ان انا مسكت الخشب بتاع السرير كله يا بنات، مسحته. وعايزه اقول لكم ان انا مسحت الملل كمان. كان في حاجات يا بنات كنت بجيبها من غير الكاميرا عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. وبصراحه بقى لفه الكاميرا وزبده الكاميرا على الحاجه بتاخد مجهود جامد مني. فكان في حاجات كده ايه كنت بختصر لكم فيها بس اعرفكم كده انا بعمل ايه. إيه مسكت السرير كله يا بنات من بره ومن جوه كده، الخشب بتاعه كله مسحته. اللهم صل على النبي. ومسكت بقى شويه الميه دول بحبه كلور كده، البريكس خلصان من عندي يا بنات. محتاجه بصراحه ان انا اجيب بريكس، ومحتاجه ان انا اجيب صابون مواعين، محتاجه ان انا اجيب شويه حاجات كده ان شاء الله باذن الله هنوي خير كده وانزل اجيبهم بامر الله. خلصت بقى كده دعكت الارض كده بالمقشه وخليتها زي الفل كده شمعه منوره. همسك بقى كده الشرشوبه بتاعتي وهنشف الارض كلها، مش هخلي فيها اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان انا كمان زقيت السرير من ورا السرير كده الحته الكبيره دي، مسحتها برضو وخليتها زي الفل. الحاجه الوحيده بصراحه ان انا ما عملتهاش النهارده في الاوضه وزعلانه، بس انا لقيتها مش متسخه نظيفه وانا بصراحه ما كنتش قادره، هي الحيطان بتاعه الاوضه. فانا بصراحه نفسي اشتري موب، عشان خاطر الموب ده بيريح شويه في موضوع الحيطان ده، ان انا بقى اغسل بسبونش او حاجه واكب ميه، او ان انا اغسل بالمقشه. فبصراحه اللي عندي فيش كتير بتاعه كهرباء، فانا قلت ايه لا ان شاء الله باذن الله ربنا يفرجها كده، وهشتري موب بالجردل بتاعها عشان خاطر تساعدني منها في التلميعات ومنها في الحيطان. وانا بصراحه ما لقيتش الحيطان بتاعتي متسخه، انا لقيت الاتساخ فين يا بنات؟ من عند المفاتيح كده بتاعت النور، خدت انا الفوطه بتاعتي بليتها شويه كلور وشويه صابون مواعين، ومسكتها كده على الحتت اللي هي جنب المفاتيح، مسحتها ولمعتها وخليتها زي الفل. فطالما انتي مش قادره ما تضغطيش نفسك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تجيش على نفسك يا حبيبه قلب اختك، الحاجه اللي ما تتعملش النهارده تتعمل بكره. انما لو انت قادره وربنا مديك الصحه ومديك العافيه، لا انا بقول لك قومي وتشجعي كده واستعيني بالله، وان شاء الله باذن الله هتخلصي كل حاجه وراكي. انما لو مش قادره مش هتجلدي نفسك، مش هتموتي نفسك. رصيت كده الحاجه كده من ورا الكاميرا عشان خاطر مش طول عليكم، ودخلت المرتبه. والله العظيم لوحدي يا بنات، وعايزه اقول لكم ان مرتبه الاوضه بتاعتي دي تهمه، اتقل من المراتب التانية بكتير قوي. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. جبت بقى شوية مية وشوية صابون مواعين وحطيتهم كده في الطبق،
وجبت الفرشه بتاعه الجاروف دي ومسكت بقى الشباك كده، هخليه بقى يا بنات زي الفل. كان طبعا مليان تراب، مع ان جوزي كمان مقفلهولي من بره كده، لازق لي عليه حاجات كده من بره عشان خاطر التراب ما يدخلش، وبرده التراب مش سايبنا في حالنا. فربنا يا رب يعيننا كده ويقوينا على مهام يومنا وعلى حالنا وعلى عيالنا يا رب، اللهم امين. معلش بقى لو انا متلخبطه كده في الكلام، هيست خالص والله. الروتين كان النهارده تقيل قوي بصراحه. الاوضه خدت مني مجهود جامد، غير البيت من بره خد مني مجهود جامد. والاولاد بقى لغايه ما بوديهم المدرسه وافضل قاعده جنبهم ويبتدوا موال كده يعني. ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. والصحيان البدري بقى يا بنات يعني الحمد لله. عايزه اقول لكم ان الكاميرا فصلت يا بنات مساحه وانا بصور كده عند الشباك. اتفاجئت لان انا ما بصورش بالكاميرا الاماميه، انا بصور بالكاميرا الخلفيه، فما بكونش شايفه بصراحه الكاميرا بتصور ولا فصلت ولا ايه. فروحت كده عشان اوقف بقى بعد ما خلصت الشباك، لقيتها اصلا موقفه مساحه لوحدها. المهم خفيت من عليها كده شويه حاجات ورجعت تاني فتحت الكاميرا. دايما بتعملها فيا يا بنات، ساعات ببقى عامله الحاجه من اولها لاخرها وابص الاقيها اصلا ما اتصورتش، فخلاص بقى هرجع اعملها من اول وجديد. بقول خلاص بقى استعوض ربنا وخلاص. فالله المستعان كده يا بنات، ربنا يفرجها عليكم وعلينا ويرزقكم بكل حاجه حلوه انتوا بتتمنوها. وعايزه اقول لكم ان انتوا تحبوا الخير لبعضكم. يعني انت لما تحبي لاختك الخير، لاخوك الخير، لجارتك، لصاحبتك، ربنا هيرزقك بالخير. انما لو انت مثلا هتحقدي عليا، هتحقدي على دي، هتحقدي على دي، صدقيني ربنا عمره ما هيديكي حاجه كويسه، عمر ربنا ما هيرضيك، عمر ربنا ما هيديكي اي حاجه. فلازم نتمنى الخير لبعض، نحب الخير لبعض عشان خاطر ربنا يرضينا ويدينا. فدايما مش تستكتري على غيرك الحاجه. اكيد طبعا ربنا بيدي كل واحد الحاجه اللي يستحقها، ربنا بيدي كل واحد الحاجة اللي هو كاتبها عنده. فربنا لا بيدينا أكتر ولا أقل من الحاجة اللي احنا نستحقها. فدايما يا حبيبة قلبي لما تشوفي مثلا حد ربنا حنن عليه في شغلانة، في بيت، في عزال مثلا، في أي حاجة، ما تحقديش عليه. صدقيني ربنا مدينا حقنا كل واحد 24 قيراط، محدش أقل من التاني. بس زي ما أنا ما بقولك كده، ممكن يكون ربنا معوضك في جوز كويس، ممكن يكون جوزي أنا وحش فربنا معوضني في عيالي، ممكن يكون ربنا معوضك في شغلانة. فبتبقى يعني بتبقى حاجة يعني مغطية على حاجة، فاهمين قصدي؟ فما حدش بيبقى أقل من حد، والله كلنا واخدين حقنا 24 قيراط. بس زي ما بقولك كده، بتبقى حاجة متاخدة من حاجة. بيبقى راجل وحش ماشي بس بتبقى الحالة المادية كويس، بيبقى راجل كويس وحنين بس بتبقى الحالة المادية يعني ايه، مش أحسن حاجة. بيبقى مثلا ايه أولاد كويسين والحمد لله، بس العيشة مش أحسن حاجة والراجل مش أحسن حاجة. فربنا يعني بيدي كل واحد كده، صدقوني والله العظيم حقه وزيادة. فدايما قولوا الحمد لله، دايما احمدوا ربنا على الكتير وعلى القليل. دايما احمدوا ربنا، ربنا هيزيدكم والله العظيم من نعيمه ومن اوسع فضله. فخلي دايما كده حمد ربنا في بقكم وذكر ربنا في بقكم، صدقوني هترتاحوا، قلبكم هيرتاح. وخلي دايما بيتكم نظيف عشان تحسوا بطاقة إيجابية، عشان تحسوا كده براحة نفسية. اوضتي دي مملكتي، انتوا فاهمين ان انا اول ما خلصت اوضتي دي حسيت براحة نفسية. دي مملكتي يا بنات. دي الحاجة كده اللي انا برتاح فيها اخر اليوم، افرد ظهري كده واقول الله بجد ريحة الأوضة جميلة، الأوضة متسوية، السرير نظيف، الشباك مش فيه تراب. اكتر حاجة بتجيب طاقة ايجابية ان انت تبقى قاعدة في مكان مرتب، مكان نظيف، بالذات المكان اللي بيبقى فيه اكتر قعدتك. المكان اللي انتوا بتقعدوا فيه مثلا في الصالة، في انتريه، في ركنة، في اي حتة. الأوضة مثلا بتاعتك، جوزك جه تعبان من الشغل، محتاج ان هو يرتاح شوية، محتاج يخش الغرفة بتاعته يلاقيها نظيفة، يلاقيها منظمة مرتبة. محتاج ان هو يخش البيت يلاقي البيت رايق، مش اول بقى ما يدخل البيت يا قلب اختك عيالك عملوا فيا كذا النهارده، معرفش مرات اخوك عملت فيا ايه النهارده، معرفش اصل جارتي اتخانقت معايا النهارده. لا يا حبيبة قلبي، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، عملت ايه النهارده؟ اجيب لك تتغدى؟ طب اعمل لك حاجة تشربها؟ طب احكي لي مالك؟ طبطبي عليه، هوني عليه. طول ما انت بتديله، طول ما هو بيديكي، طول ما في اسى من ناحيتك هيبقى في اسى من ناحيته. نفس الكلام على الراجل، طول ما انت بتعامل مراتك مش كويس مش هتديها فرصة ان هي تعاملك كويس. طول ما انت بتيجي عليها دايما بكلام جارح وكلام بيحرق دمها وبيوجع قلبها، طول ما هي مش هتديك لا كلمة حلوة ولا
يعني نظرة حلوة، دايمًا هتبقى باصة لك بصّة مش كويسة. ليه؟ أنت دايمًا مثلًا بتكلمها كلام سلبي، مش بتقول لها كلمة كويسة، مش بتجبر بخاطرها. الله يا حبيبتي تسلم إيديكِ، لأ بجد الأوضة نضيفة، لأ بجد الصالة نضيفة، لأ بجد أنتِ تعبتِ، بجد الأكل ما شاء الله تسلم إيديكِ عليه. كلام بسيط كده ممكن نراضي بعض بيه يا بنات. مش لازم إن إحنا دايمًا نحرق دم بعض، مش لازم دايمًا اليوم اللي يعدّي علينا بنكد. لأ إحنا عايزين أيامنا اللي تعدّي علينا تبقى أيام كلّها سعادة، أيام كلّها راحة بال، أيام كلّها كلام هادي، كلام متعطّر كده بذكر ربنا. شوفوا كده ربنا يعني بيأمرنا بإيه ونعمله. لو مشينا على كل حاجة ربنا بيقول لنا عليها، والله العظيم حياتنا هتبقى كويسة، بفضل ربنا مش بفضل أي حد تاني. ربنا يهدي سركم ويهدي لكم حالكم ويصلح حالكم ويخلي لكم أولادكم ويبارك لكم فيهم ويرزق أزواجكم يا رب بأرزاقكم وأرزاق عيالكم. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ما تحوجناش لحد أبدا في الدنيا غير ليك يا رب. اللهم صل على النبي. لمعت بقى الإزاز كله، ما كانش عندي يا بنات حاجة كده ألمع بيها، كنت بروح أغسل القماشة كده بمية وألمع كده. إيه الجيش بيقولك اتصرف، وإحنا لازم نتصرف. ما توقفيش نفسك عند حاجة. يعني أنا ما عنديش ملمع إزاز، خلاص مش هالمّع الإزاز، لأ كنت باروح أغسل القماشة بتاعتي كده على المَيّة، ولمّعت كل حاجة والدنيا بقت زي الفل، والأوضة بتاعتي شايفين الروايح الجميلة والنضافة بُصّوا ما شاء الله الأوضة بتتكلم كده لوحدها من النضافة. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويكون نال رضاكم، ولو عجبِك يا ست الكل اوعي تنسيني باللايك الجميل من إيديكِ الجميلة، والاشتراك في القناة لو أنتِ أول مرّة تشوفيني. باحبكم في الله يا أحلى وأحن إخوات في الدنيا. واستنوني بقى في فيديوهات تانية أكتر وأكتر. أسيبكم في رعاية الله. يلا يا حبايب قلبي مع ألف سلامة.